طلب الأهلي اترفض من رابطة الأندية خلاص عشان خاطر عيون مرتضى منصور. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صلي على الحبيب محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على رفض تأجيل مباراة أسوان والأهلي المقرر إقامتها يوم 21 فبراير الجاري في أسوان ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. ورفضت رابطة الأندية تأجيل مباراة أسوان الذي طلب الأهلي تأجيلها، بداعي إنه سوف يخوض مباراة يوم 18 فبراير الجاري أمام نادي الهلال السوداني في أم درمان ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك خوفا من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي هدد رابطة الأندية المحترفة تهديدات قوية جدا في حال تأجيل أي مباراة للأهلي بعد رفض تأجيل مباريات الزمالك وفيوتشر بالدوري بسبب خوضهم منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. يذكر أن الأهلي عائد من المغرب بعد بطولة كانت هي الأصعب للمارد الأحمر وتسببت في إرهاق كبير للكثير من نجوم الفريق. شاركونا برأيكم عن قرار رابطة الأندية في التعليقات. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.